ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الخميس، يعني عايزين اكله سريعه وسهله. مفيش احسن من السمك المقلي على الطريقه التقليديه. نعمله كده مقرمش وجميل زي بتاع المطاعم. هنجيب معانا راس توم كبيره وهنحط عليها كمون وشطه وملح وكزبره وبهارات سمك. ممكن تستغني عن بهارات السمك، وكمان تضيفي نص معلقة كركم لفايدته الغذائية ولونه طبعا، وبيفرق جدا في طعم السمك. هتدقي ده كله في الهون او تحطيه في الكبة وتعصري عليهم ليمونتين كبار. الليمون اختياري، في ناس ما بتحبش تحط ليمون على السمك، مش عارفة ازاي. اختيار السمك بقى، لازم اولا تجيبي سمك طازة وفريش كده علشان السمك ميبقاش فيه زفارة. الخياشيم بتاعته تبقى حمرا، عينيه تبقى بتلمع من جوه كده، يكون تحسي كده ان هو صابح ومفهوش ريحه زفاره. بصي، كان لسه بخير بحاجات البحر. هاخده بقى اغسله على الحوض كويس جدا، واجرده عشان يبقى نظيف من جوه وقلبه كده زي القشطه. السمكه كده لازم لما تيجي توقفيها كده على ايدك تبقى واقفه على سيفها كده، ده تعرفي ان السمكه طازه مش طريه كده. الطري ده بيبقى سمك بايت. المصفى دي مهمة جدا علشان السمك يطلع معانا مقرمش. لازم السمك يبقى متصفي من ميته كويس جدا. فانا هستغل الوقت بتاع تصفية المية بتاعته في ان انا اتبله، لان انا الاكل دي عملتها كلها في ساعة الا ربع، كان كل الاكل جاهز. هتبل بقى كويس جدا، وطبعا هعمل شقوق في السمك. هنا بقى قبل بقى طبعا ما اغسل الهون، قمت حاطه فيه فصين توم وقرن فلفل ودقتهم علشان خاطر السلطه وعشان خاطر الرز. الكيس بقى اللي هيوفر علينا مرمطة وبهدلة ودهولة للرخامة ودهولة للبوتاجاز، هنحط فيه الكفر بتاع الدقيق، وهنحط فيه السمك ونحط فيه عليه الكفر بتاعه. هوريكم ازاي دلوقتي بطريقة سهلة وبسيطة، ولا هتدهولي الدنيا ولا هتكركبي الدنيا ولا اي حاجة. هتحطي كوبايتين دقيق وخمس معالق نشا، وهتحطي عليهم كمون وكزبرة وكركم وملح. يعني بصي، تتبيلة رائعة وبتوفر معاكي، وكمان فاض من الدقيق ده كمان. يعني انت ممكن تقللي الدقيق لكوباية ونص. هيوفر معاكي جدا موضوع الكيس انك تعملي الخلطة وما تهدريش منها كتير. هنقلبهم بقى كويس مع بعض. دوست عليه جامد الكيس وانا بقلب، فرقع مني، مش مشكلة خالص، هنصلحه يعني، مش نهاية الدنيا، هنغيره، هنحط كيس تاني. يعني ما تخلوش حاجة تعطلكوا. حاجة باظت اصلحوها على طول وانتوا بتعملوا ايه الاكل بتاعكم. هنعمل شوية رز. انا كرملت شوية سكر الاول من غير اي حاجة، وبعد كده حطيت عليهم 4 معالق زيت كبار لان انا كنت عاملة كيلو رز. وبعدين قمت نازلة عليهم ببصلاية كبيرة، وسبتهم كده ياخدوا ويدوا مع بعض كده لحد ما لون البصلايه بصوا بقى جميل ازاي. معلقه السكر اللي في الاول دي مهمه جدا، بتفرق قوي في لون الرز. كمان قمت بقى حاطه معايا حبه من التتبيله اللي انا عملتها بتاعه الثوم والفلفل. وبعد كده بقى نزلت بقى بالبهارات بتاعتي، كمون وكزبره وبهارات من بتاعه السمك. وهقلب كل الكلام الحلو ده كده مع بعض. بصوا لون الرز هيبقى نفس لون المية كده، من غير بقى ما يمرر البصل مننا ولا اي حاجة. هنحط معلقة صويا صوص صغيرة، اللي عنده متوفرة تمام، اللي مش عنده مفيش اي مشكلة، بس هي بتضيف طعم حلو للرز. هخلي بالكو في الاول لما تيجوا تكرملوا السكر عشان ما يتحرقش منكم. انا كان عندي الحلة سخنة قوي، فاول ما نزل على طول لون بسرعة. انتوا خليكوا على الهادي كده مرة والتانية عشان تعرفوا تظبطوا اللون. هننزل بقى بعد كده بالمية. ال4 كوبايات رز حطيت لهم 3 كوبايات ونص مية، وسبته يغلي. وبعد كده نزلت بالرز، وبعدين شفت لو محتاج مية تاني قمت مزوداله. هنا بقى بصوا الطريقة سهلة وبسيطة ازاي. انا بقى نقلت الرز على حلة تاني صغيرة، كنت هنا بوريكم ان بصوا المية نزلت ازاي، واستغليت وقت ان انا تبلته وان انا صفيته في نفس الوقت. في ناس بتحب تغسل السمك كده بحاجات كتير، طحينة بقى ودقيق وملح وليمون وكل الكلام ده. كل الكلام ده ملوش اي 30 لازمة لو السمك بتاعك مش صابح، وانت جايباه من ناس انت عارفة هو السمك بتاعهم مصدره ايه. لازم كده السمك ده زي الجزار، يعني السماك زي الجزار زي بتاع الفراخ، ناس نكون واثقين فيها وعارفين حاجاتهم بتتجاب منين وبيتعاملوا ازاي معانا. هنبتدي بقى ان احنا نقلي، واي حاجات كده تطلع من السمك نشيلها. طبعا الزيت بتاعي ما كانش عالي قوي، طبعا الزيت غالي جدا اليومين دول، فانا مش هروح احط ازازة الزيت كلها عشان اقلي السمك. فانا هساعد السمك كده وهو بيتقلي ان انا اجيب عليه الزيت بنفس الحركة دي كده. لو انتي مش متمكنة قوي بلاش تعمليها، او لو عندك اطفال بتجري حواليكي وانتي بتطبخي بلاش برضو منها، علشان خاطر ايه ما يحصلش اي حاجة لا قدر الله. كنت بقى هنا بوريكي قد ايه هو صوته كان بيعمل صوت جامد وكان مقرمش وجميل.
هنا اهوت هشيلها. انا هنا كانت تقريبا دي خلاص، انا هعمل اخر طاسة وبس كده. كان خلصت، كانوا ما شاء الله ال3 كيلو عاملين 9 سمكات، كان حجمهم حلو متوسط. سمك القلي بيجي متوسط، ما بيجيش سمك كبير، عشان خاطر تعرفي تتحكمي في تسويته. اهو هبتدي بقى ان انا احط اهوت اخر طاسة معايا واساعدها برضو كده. الطاسة اللي هتقلي فيها كل ما كانت صغيرة والزيت بتاعك عميق، هي السمك بتاعك هيطلع مقرمش وجميل. اهو خلاص انا كده خلصت قلي، وكان كل الاكل استوى معايا، وطبعا عملت السلطة والرز بيتعمل والقلي شغال. اشتغلي كده كله مع بعضه. طبعا لو عجبتك الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.